السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي وقناتكم سالي تيفي. وشحال هذه ما طليت عليكم، شحال هذه ما حطيت لكم شي فيديو، وملي رجعت لكم واحد الفيديو خارق متفجر كما كيقولوا، رائع. الصراحة خدا مني وقت، ماشي زعما على المونتاج ولا شي حاجة، ولكن الوقت ما كايناش وبزاف المشاغل غادي تعرفوا من بعد. وزائد ما يمكنش نحط شي فيديو قبل ما نحط هذا الفيديو اللي هو تاريخي، اللي هو صافي تقالت بزاف الحوايج فيه تلمون الهضره ما كطلعش، ولا الوصف ديال هاد المفخره، هاد الملحمه التاريخيه اللي عشناها في 2022. حنا على ابواب 2023 ما شاء الله، منتخب اللي شرفنا وشرف كل العرب والمسلمين في جميع البقاع، شرف القارة الأفريقية. نعتز به ونعتز طبعا بالراية ديالنا الحمراء والنجمة الخضراء ما شاء الله. عمل المنتخب المغربي لأسود الأطلس استقبال يعني خيالي. راه دخلوا لمختلف المواقع التواصل الاجتماعي تشوفوا الفيديوهات من مختلف البلدان عبر العالم، وخاصة عبر البلدان العربية. ما شاء الله مفخرة. وكنا يعني الكلمات كما قلت لكم ما يمكنش انها توصف هذا الاحساس الا الناس فعلا اللي في عظمهم وفي دمهم الوطنيه غادي يعرفوا واش كنقولوا، خاصه المغاربه، يعني المغرب. كل واحد يشوف هاد الرايه كيحس اكثر كلشي الدول الثانيه فرحات لينا وهذا. ولكن حنايا بالخصوص لما اللي كتشوف الرايه ديالك اي واحد من اي بلد كان تيحس بداك الانتماء، يعني الا كان فعلا وطني. المهم بلا الفلسفه وبلا ما ندخلوا من موضوع لموضوع، شوفوا تبعوا هاد المناظر يا سلام. واحد من المطار ومن الناس كلها الجماهير من اللي شجعتهم اول شيء في قطر، اللي كنشكروا تا قطر على التنظيم اللي اكثر من رائع. انا ما نقدرش نقول اكثر من اللي قالوه المعلقين اللي هما تخصصهم. شكرا على الاستضافه على المونديال الرائع جدا، وشكرا لكل لسان المنتخب ديالنا، خاصه الجماهير ديالنا اللي تكلفوا تعناو وشي حاجه كتستاهل. الحمد لله وصلنا للمركز الرابع، يعني المركز الرابع من بين اقوى الفرق ومن بين عالميا. يعني هاد الشيء راه ماشي شي حاجه سهله ولا كدوز، وغتبقى متورخه في البال وفي الخاطر. ودائما ما كنسخاش كل مره كندخل يا في تليفوني في الجاليري، يعني في ألبوم الصور في اي بلاصه، راه كاينين هاد المناظر اللي غير اي مغربي ومغربيه غادي يتذكروها حتى المونديالات الجايه ان شاء الله. صي فغي ما خديناش الكاس كما كيقولوا، ولكن خدينا القلوب ديال الناس كثيره، وتهضر على المنتخب المغربي اكثر من اللي خدا بحد ذاته الكاس العالم. غادي نخليكم، انا راه نقدر نهضر حتى لبعد غدا، خاصه اي حاجه تتعلق بالوطن بالوطنيه. نمبر 1 في دمي وفي فكري، وشعارنا الله الوطن الملك. ونخليكم مع هاد اللقطات اللي كتاخذ الروح والفكر والخيال، وببساطه كطلع الابتسامه بوحدها. مع السلامه حتى شي فيديو قادم ان شاء الله.
الله توكلنا على الله. انت مالك من قبل ما تصبح ملك، وانت اللي بيك تامر وشعبك قدام الدار والوطن وافعالك تحية. كمان مرة انت من قبل ما تصبح وانت اللي بيك. سكوت 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 سكوت، قد الملوك ملوك ملوك. مفيش هروب 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 من الأسود من الأسود. احنا مش من صغري نجري كابر مجنون بكورة، احتاج الرقراقي في قطر ضربنا دورة. العرب فرحانين وين كورة فرحتني دموعي بالفرحة سالو. ضربنا رونالدو صبليون حتى كندا، كرواتيا نعاودو عشنا معاها السعادة. طيرنا فرنسا صيفطنا لا بلجيكا، في قطر زهينا تما درنا لا فيستا. مغربي ويا خويا مغربي، مغربي نقولها وراسي عالي. مغربي ويا خويا مغربي، بلادي العزيزة هي الحبيبة.